ولن تكون هناك انتخابات حرة نزيهة مرة ثانية. هذا أمر منتهي. لازم اعرف رد الاستاذ عبد الرحيم على الجزء ده. اولا يعني اذا فاز اذا فاز الفريق شفيق مش هيكون هناك انتخابات ثانيه في مصر، واذا فاز مرسي تنتصر الثوره وتستمر الثوره بنسبه 180 درجه. الذين خانوا الثوره منذ البدايه هم الاخوان المسلمين الذين سكتوا لو سمحت على دماء انا حر. لا مش حر تتهم بالخيانه. لا يعني انت لما يبقى رئيسك محمد مرسي هيعمل ايه؟ ما فيش خيانه. يعني انا مش حر؟ لا ايه مش حر؟ انت مش حر انك تتهم بالخيانه. انا بقول الاخوان خانوا الثوار. لا ما خانوش الثوار. قول ما خانوش وانا اقول خان. لكن الخيانه مش بتقول بلاش الفاظ الخيانه. انا حر. انا في وطن حر. الالفاظ استخدام الالفاظ. انا في وطن حر. اذا مش عاجبك اللفظ ده روح النيابه العامه. استخدم الالفاظ صح. روح النيابه العامه. ولا هتقتلني لما اقول كده بعد كده؟ قلت لك ايه؟ احنا بنكتب حاجه. طب ما انا مش فاهم. تشتغل يا سيدي بس تقارير الامن ومحدش لقيت لك ولا حد عبرك. خلينا نعلق على دي بعد اذنك. بعد اذنك بس. اتفضل. هو بيقول انت كنت، انا هقولها انا اهو. انت كنت فتنه زي يوسف تشتغل. استنى بس. مع الامن. انا عايز اقول له يروح يقول للدكتور محمد بديع يوم 18/8/2010 كنت قاعد مع حسن عبد الرحمن في مكتبه بوساطه من الدكتور محمد سليم العوة، انت ورئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور الكتاتني ورئيس الجمهوريه المنتظر الدكتور محمد مرسي بتعملوا ايه وبتتفقوا على ايه، والاطراف اللي حضرت حيه ترزق، وانا اتحداه على الهوا يخرج يقولوا ان ده ما حصلش، وبقول له لون علبة الشوكولاتة اللي خدتها وانت ماشي كانت لونها ايه ومن انهي ده؟ انت كنت معاهم ولا ايه؟ المعلومات دي فيديو متصورة. انت مصورها ولا مين؟ وصورة مصورها من لما انت تقول انا كصحفي من حقي اتعامل مع امن الدوله والمخابرات ورئيس الجمهوريه اتعامل مع كل حاجه، لكن انت كسياسي تقدم نفسك كمعارض يروح مرشدك العام يتفق على جثة المصريين. اتفق عليها ليه؟ يروح في 2005 يتفق على جثة المصريين وياخد 88 مقعد ليه؟ اتفق على عيب. خدوا من امن الدوله. روح قول للدكتور بديع عيب عليك انت اشتغلت على الامن. عيب تروح عيب لما تكتب تقارير على الناس تقارير صحفيه زي يوسف. ارجوكم نهدى حضرتك موجوده حضرتك موجوده فيديو محمد بديع وهو يقبل اللواء حسن عبد الرحمن من هنا ومن هنا. ارجوكم انا عايز حسن عبد الرحمن عطاهولي. نعم عشان انت تشتغل معاهم. عشان انا بشتغل معاهم. نعم. يبقى الموضوع منتهي. مين اللي على جثة انا مضطر انهي هذا الحوار على جثة انا مضطر انهي الحوار. شكرا ليكم. مين اللي على جثة المصريين؟ شكرا يا استاذ عبد الرحيم. استاذ اسماعيل شكرا ليكم. شكرا لحضراتكم، وبالتالي ننهي هذا الحوار. بكره يوم 2 كده كبير.